اللي بينسى ماضيه بيتعب في مستقبله، جملة دايما بقعد افكر فيها كده بلاقي ان هو صح. فكرة ان هو حصل لي يعني ان انا مثلا دخلت في موقف امبارح وعملت في الموقف ده واحد اتنين تلاتة اربعة وغلطت وغلط عارم الصراحة يعني، وبوظت الدنيا خالص، ورحت جاية كده مروحة متغدية بطاطس خالص وشاربة كوباية شاي حابسة بعدها، ورحت نايمة لحد كده الدنيا زي الفل. رحت انا بقى جايه بعد كوبايه الشاي ونمت وخلاص، صحيت تاني يوم الصبح عملت نفس الموقف وغلطت فيه. او بلاش تاني يوم الصبح، خليها كمان شهر، صحيت بعدها بقد ايه عملت نفس الموقف تاني وغلطت. طيب الموقف اللي حصل امبارح يعني انا ما اتعلمتش منه ليه بجد؟ يعني احنا ليه دايما بناخد ان المواقف نعاقب نفسنا عليها وندي نفسنا بالجزمة ونمسك نفسنا نجلدها ونقول ازاي ده حصل وازاي احنا ما كنا بنعمل كذا ومش عارف ايه وخلاص وننام على الموضوع؟ ليه مش بناخد الامور بنظرة ان احنا نفكر فيها تفكير كده منطقي ونجيب الامر وانا غلطت ليه بسبب واحد اتنين تلاتة اربعة؟ طب ليه الواحد اتنين تلاتة اربعة؟ علشان انا عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا، وابدا اشوف انا عملت ده ليه وما عملتش ده ليه وايه اللي حصل، وان انا احلل الامور فابدا ان انا اعرف مشكلتي فين بالظبط فاعرف احلها. ليه مش بنفكر كده؟ يعني ليه دايما بناخد ان الامور بتحصل فخلاص بقت ماضي ونكررها تاني ونقعد نكرر في نفس الدايرة؟ ممكن نعمل نفس الموقف 6 مرات باشكال مختلفة وعادي جدا، احنا ما فيش في دماغنا اي حاجة. احنا ليه بنغلط؟ احنا نغلط نيجي نجلد نفسنا ونموت نفسنا خالص ونقعد نأنف في نفسنا ونعمل مع ان اصلا ان احنا نقعد نأنف في نفسنا طول الوقت دي حاجة مش مظبوطة تماما. يعني هو احنا غلطنا في حاجة معينة المفروض ان احنا نتعلم منها، مش ان احنا نقعد نجلد نفسنا عليها يعني. فيا جماعة اللي بينسى ماضيه بيتعب في مستقبله. الشخص اللي بينسى الحاجات اللي بتحصل له في الماضي بيجي في المستقبل بيكررها فكأنه بيكرر نفسه وما بيبقاش في حاجة جديدة. وبعدين نكتشف ان احنا ما بنتطورش، ان احنا ما بنعملش حاجة. ليه؟ ما هو الحاجات القديمة اللي احنا المفروض نجيبها كده قدام عينينا ونقوم حاطينها كده ونبدأ ان احنا نفكر فيها عشان ناخد تجارب جديدة، لا احنا بنخوض في نفس التجارب القديمة اللي احنا ناسيينها اصلا وما اتعلمناش منها وما عملناش حاجة غير ان احنا جلدنا نفسنا. فلا احنا مش محتاجين ان احنا نجلد نفسنا خالص. احنا محتاجين بس ان احنا نبص كده على الامور بنظرة كويسة ونبدأ ان احنا نشوف احنا الدنيا بايظه معانا في ايه، ونقلل شويه من جلد النفس، يعني نقلل شويه من جلد الذات وان احنا نلوم نفسنا على الاقل حاجه. يعني الانسان محتاج رحمه، يعني ده الرفق بالحيوان والرفق بالجماد. يعني يقول لك ارفق بالجماد، يبقى انت ما بالك بقى بنت كبني ادم؟ يعني ارفق بنفسك، يعني خليك كويس كده مع نفسك. واسأل نفسك سؤال كل يوم: هل لو انا شخص صاحبي هحب ان انا اتعامل معاه كده؟ يعني لو انا جيت دلوقتي انا طلعت مني كده وبقيت واحد صاحبي، هل انا هقعد اجلده على كل غلطه بيغلطها بالطريقه دي، ولا هقعد اقول له على فكره انصحه واقول له على فكره انت غلطت الغلطه دي عشان كذا فخلي بالك المره الجايه؟ لا، فكر في السؤال ده كويس قوي هتعرف الكلام اللي انا بقوله ده ليه.